السلام عليكم. مين فينا ما بيحبش الفلفل والبتنجان؟ بس ما في حاجات كده ما بتظبطش معاه في التسوية، لإما برضو مش هي دي الخلطة المحببة ليه وهو بياكلها. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان هقولك على كل الأسرار والتركات اللي هتطلع معاكي يعني محشي من الآخر. وشايفين ما شاء الله التسبيكة أصلا عاملة ازاي. بس فضلا قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسينيش من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة إذا حبيتي طبعا. وأول حاجة معايا هنا المادة الدهنية، يفضل الزيت والسمنة مع بعضيهم، وهنزل عليهم بقى ببصلتين كبار كده يا جماعة. هقطعهم تقطيع مربعات كده على الواقف وانا واقفة كده، يعني من غير كبة. الطريقة دي بتدي طعم جميل جدا لما البصل بتقطع كريهات صغيرة كده، بتدي تسكيرة وطعم مميز للمحشي زي أمهاتنا زمان. انتي مش هتعرفي تقطعيها بالتقطيعة دي، فاتفضلي اعمليه في الكبة، او يعني بس ابعدي انك تبشري، البشر بينزل ميته وبيخلي طعمه مش حلو ولا حتى كمان ريحته. اول ما البصلة تشف معايا ويبقى لونها اصفر فاتح كده، ابتدي بقى هنزل عليها بمعلقة كبيرة من البابريكا. خلي بالك ده اول سر معايا هنا من اسرار اللون الاحمر الناري لخلطة المحشي بتاعتك، ما تكونش كده بنسميها بالبلدي لونها اجهر كده يعني. معايا بقى هنا ايه اللي ضفته؟ ده عبارة عن 4 طماطميات مقطعين برضو كريهات صغيرة، وعليهم نص قرن فلفل حامي، ممكن تستغني عنه وتضيفي بداله فلفل رومي. إضافة الطماطم المقطعة مكعبات دي يعني يا جماعة بتنقل الطعم في حتة تانية خالص. أيام زمان ما كانش فيه خلاطات أو كده، وكانوا دايما يقطعوا الطماطم، هو ده سر طعامة محشي زمان. أول ما أضيف عليه بقى عصير الطماطم، وأول ما الطماطم بتاعتي تغلي كده وتبقبق من الأجناب، أبتدي أنزل عليها ببهارات المحشي. وبهارات المحشي يا جماعة البهارات الطبيعية اللي احنا متعودين عليها، معلقة من الفلفل الأسود والكزبرة والكمون، وطبعا الملح. اول ما تسبكت معايا تسيبيها بقى. ممكن في المرحلة دي يا جماعة بعد ما تبرد ممكن تفرزيها في اكياس وتبقى جاهزة معاكي. معايا انا بقى هنا الرز بتاعي غسلته، وطبعا هضيفه على السخن. في ناس بتعمل حاجة بتحط الطماطم يعني الرز للصلصة وما بتحاولش ان هي تعملها على البوتاجاز. لا، انا بحب اشمع الرز مع الصلصة، ده بيديها طعم تاني خالص وبيخلي الرزاية ما شاء الله مفلفلة وما تاخدش معايا تسوية. والاهم من كل ده بتبقى طعمها جميل جدا. معايا هنا التركة الاخيرة في خلطة المحشي بتاعتنا، وهي بصلاية يا جماعة. انا يعني بشراها او فرماها فرم ناعم جدا مع قرن فلفل ورشة قرفة بسيطة وشوية توابل من اللي حطيناها في الاول، وضيفيها بقى على الخلطة بتاعتنا في الاخر خالص. وطبعا غسلين الخضار ومقطعينه تقطيعة صغيرة. وبعد ما الخلطة بتاعتنا بردت تماما يا جماعة، نبتدي نضيف ليها الخضار المكون من كزبرة وشبت. ما تحطيش بقدونس في خضرة المحشي. طبعا زي ما شفتوا كده الخلطة ما شاء الله طالعة تجنن. ما تحطيش الخضار وهو سخن والخلطة سخنة علشان خاطر ما يسودش وريحته تروح. معايا هنا بقى الموضبة الحاجة بتاعتي مقورة الفلفل والبتنجان وغسلاهم طبعا وصفتهم من المية. والخلطة بتاعتي اهي معايا. انا بقى الحلة هنا، الحلة دي برضو انا كنت عاملة فيها يعني تسبيكة محشي وكده. هضيف بقى فيها ليبي بقى، خلي الحلة نايمة على جنبها كده وابتدي رصي فيها الكمية كلها. بالمناسبة تعالي بقى هنا خلاص بعد شايفين رصته ما شاء الله ازاي. تعالوا بقى الشوربة تكون بتغلي، شوربة اي شوربة. لو ما عندك الشوربة ممكن يعني تجيبي مكعب مرقة دجاج وتحطي عليها توابل ومعلقة صلصة ومعلقة سمنة بلدي وشوية زيت وتغلي وابتدي شربي. شايفين انا بشرب من فوق الحاجة علشان انا عايزة كل فتحات او وحدات الخضار اللي انا بعمله النهاردة ومحشي ده يدخلوا شوربة تكون سخنة. الشوربة كانت بتغلي. وبرضو ملحوظة، حطيت المحشي وكنت مولعة عليه برضو قبل ما احط الشوربة.
التركة اللي هي بتاع يعني النار تكون تحت الحلة من غير شوربة بتخلي الخضار ينزل المية بتاعته، وفي نفس الوقت تيجي بقى حاطة الشوربة فانتي سخونة من فوق وسخونة من تحت، ان شاء الله المحشي بتاعك هيستوي. ملحوظة كمان، الشوربة تكون لحد نص المحشاية فقط لا غير، مهما تكوني حاطة كمية هي نص المحشاية من تحت كده. وبنقيسها بالبتنجال يعني. وسيبيه بقى يغلي اول غلوتين، اول 10 دقايق كده على نار عالية، وبعد كده انقليه على اهدى نار عندك. شايفين طالع ما شاء الله لامع وجميل ومستوي، وزبدة كده الجلد بتاعه من بره زبدة ومش مجلد ولا حاجة، ومفلفل من جوه، ما هوش مهري ولا اي حاجة خالص. بألف هنا وشفا على قلوبكم. يعني يا ريت ما تنسونيش بقى كمان من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة. وانا بسيب لكم في صندوق الوصف مكونات اي وصفة، وبسيب لكم حبة وصفات كمان حلوة كده يعني هتنفعكم. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.